بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الحلقة من برنامجنا أي الصحابة أنت سيكون عن الكعبة وأركانها الأربعة من خلال مرويات ابن عمر رضي الله عنهما. من فقه ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما أخبره عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، ألا تردها إلى قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الركنين اللذين يليان الحجر الأسود إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وهذا الفقه من ابن عمر مبني على الحرص الشديد على تتبع السنن النبوية القولية والفعلية والتقريرية. وها هو رضي الله عنه يخبرنا فيقول: ما تركت استلام هذين الركنين والحجر في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. والاستلام هو المسح باليد عليهما، ويزاد مع الحجر الأسود التقبيل. ويؤكد ابن عمر أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت، وفي رواية يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وسئل نافع مولى ابن عمر: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركنين فيمشي ليكون أيسر لاستلامه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الركنين اليمانيين ولا يرمل ليكون ذلك أيسر وأرفق لاستلامه ليقوى عليه عند الازدحام. وهذا يدل على أنه كان يرمل في الباقي من البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه في عمرة القضاء أن يمشوا ولا يرملوا بين الركنين حتى لا يتعبوا، ثم يسرعوا في بقية الطواف حول البيت في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم أنه عليه الصلاة والسلام رمل في طوافه أول قدومه في حجة الوداع من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 ومشى 4، فاستقرت سنة الرمل على ذلك من الحجر إلى الحجر، أي في الأشواط الثلاثة الأولى، لأنه المتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم. ويخبر نافع أنه رأى ابن عمر يستلم الحجر الأسود بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقبل ابن عمر قبل الفاروق عمر الحجر وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ أي أخبرني ما أصنع في تلك الأحوال. قال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فابن عمر يشعرك برده بأن السائل يماني، أي من أهل اليمن. وقد وقع في رواية أبي داود: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي، فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام. وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى. ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك، أي لابن عمر، فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الشافعي عن ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه طويلا. وأورد البخاري أيضا في صحيحه باب سماه: من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل البيت، وهو يشير بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخول الكعبة من مناسك الحج. واقتصر البخاري على الاحتجاج بفعل ابن عمر لأنه أشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به ابن عمر رضي الله عنهما مع كثرة اتباعه. وفي باب إذا وقف في الطواف، وقال ابن عمر: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع من حيث قطع عليه فيبني. وجمهور العلماء يرون لمن أقيمت عليه الصلاة أثناء الطواف البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وابن المسيب وطاووس، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. هذا ما لدينا في هذا اللقاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.